السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذه القناه. مرحبا بكم عندي في القناه. اليوم باذن الله غنفصل واحد الكسيوه صومونش، ولكن مع قويميجه ديالها، يعني دو بياس مع قويميجه ديالها من الفوق. عندي هنايا التوب فيه 3 متر كريب. كما كتشوفوا غير هويا العرض ديالو صغير. هذا المشكل اللي فيه. دونك انا سرحت التوب، غادي نخدموه بالداخل في الخارج. غادي نخدموه بالداخل في الخارج. الا كان العرض ديال التوب، لانه هنايا الداخل في الخارج غادي يكون ليا الخلف محلول. غيكون ليا الخلف محلول، غدوز فيه الخياطه. دونك الا كان العرض ديال التوب مزيان زوين، من الاحسن نخدموه بتنكيس، يعني 150 على حسب العباره اللي عندي انا هنايا. فيه 139 في العرض ديال التوب، دونك اضطريت انا نخدم في الداخل في الخارج باش يجيني مزيان في العرض التحتاني. انتم سرحتوا على جوج، طويتوا على جوج، الحاشيه مع الحاشيه. كنحط الطول ديالي الكلي زائد السنتيمات ديال الخياطه، يعني شحال غادي نكفف لتحت شحال غادي نطوي لتحت، وكذلك السنتيم اللي غادي تشد في الكتاف. مثلا هنايا من بعد غادي نحطوا الكتاف ديالنا، العبار ديال الكتاف نحط 21 سنتيم في الكتاف. غادي ندخل ب8 ديال السنتيم على حسب دورات العنق ديال الخلف، وهنايا غادي نهبط ب3 ديال السنتيم ديال ميلان الكتف. كما كتشوفوا عبار عادي الكسيوه هذه غادي تبقى صومونش، يعني ما عندهاش الكميمات. انا نديرو خط ديال الكتف. وعندي بالنسبه للصدر عندي فيه 27، دونك غادي نحط 25 من اعلى الكتف. دائما كنقول من اعلى الكتف كناخذوا العرض ديال الربع ديال الصدر، كنحيد منه 2 ديال السنتيم، داكشي اللي بقى ليا كنحطو من اعلى الكتف. عاد غادي نحط العرض ديال الربع ديال الصدر ديالي زائد سنتيم ديال الخياطه. يعني فين غادي نشد الخياطه. من بعد غادي نحط داك العبار كما كتشوفوا هذا، غادي نقسمو على جوج، وندخل بسنتيم ديال الخياطه. نقدروا ندخلوا بسنتيم، نقدروا ندخلوا بسنتيم ونص، لانه هذه الصوموش على حسب العرض ديال الصدر وعلى حسب هذا. غادي نديروا واحد خط مائل. من بعد غادي نديروا التقويره ديال التركيز ديالنا هنايا. فقط هنايا بالنسبه لانها صوموش غادي نعلي بواحد سنتيم في الاخر ديال التركيز. هانتوما غادي نعبر هنايا 40 سنتيم ديال الحزام، وغادي نقص سنتيم على العرض ديال سميتو، العرض ديال الربع ديال الصدر ديالي، يعني غادي نيفازي غير بسنتيم. لانه اصلا هاد الكسيوه على اينا راه نسيت ما قلت لكم بان راه عندها الحزام عندها السيور، غادي نحزموها بالسيور في الحزام. هنا غادي نهبط بخط الجلايل. انا درت فيهم 50 سنتيم تقدروا ديروا من 45 للفوق باش تجي وافيه في العبار، يعني تجي زوينه في الشوفه. الا كنا درنا قل كتجي ضغوط، الا في حاله اننا بغينا نديرو كسوه ضغوط، يعني جايه نيشه ما جايش فيها الكلوش شويه. هانتوما هنايا هاد السطر اللي درت هو ديال الحزام، اللي غادي نخيطو واحد الباندا غادي تدور على البياسه كلها الحزام باش ندخلوا ليها السير ديالنا باش تبدا تحزم كما قلت لكم هنايا في الفيديو. بالنسبه هنايا للتركيز كما دائما كنقول لكم، لان الصونمونط غادي نعلي بواحد سنتيم ونص، غادي نقوى التقويره ديالي باش ما يجينيش التركيز هابط. كما كنقول لكم غادي يا اما تعليو بسنتيم ونص حتى 2 ديال السنتيم مزيانه باش يجي التركيز مجموع، ما يجيش يعني هابط. هذه يعني هذه قاعده كنديروها في الحاجه اللي كنديروها بلا ليمونج. هنايا غادي ندير التقويره ديال الامام.
هبط البنات ب14 سنتيم، وانا هبط ب13 سنتيم، 14 سنتيم، 12 سنتيم. انايا هنايا هبط ب13 سنتيم باش هبط من اعلى النقطه. صافي من بعد ما طراسينا كلشي غادي نقطع، غير هنا ما نقطعش الكل حتى نقطع الخلف عليه. صافي غادي نقطع البياسه ديالو وندوز باش نطراسي الخلف. صافي البنات من بعد ما قطعت الامام كما كتشوفوا غادي نهزوه غادي نحطوه على الخلف، البلاصه فاش غادي نقطعوا الخلف. فقط نقادو الثوب الحاشيه على الحاشيه باش نسميشو ما يجيناش ديكالاج في الثوب، وغادي نحطو عليه الامام ونطراسيو باش نقطعو عليه الامام. دائما ما نساوش ان نخليو داك السنتيم اللي غادي نخيطو في الظهر باش ما يجيناش ناقص. صافي البنات من بعد ما قدينا الثوب كنحطو عليه الامام ديالنا. فقط بالنسبه للحاشيه راه كنخليو سنتيم على بعد من ديك الحاشيه اللي غادي نقطعو. صافي كنقاد الثوب ديالي مزيان وغادي نطراسي. الا بغيت نطراسيه ولا نقطعو ديريكت، ولكن من الاحسن نطراسيوه اولا نتقلو الثوب بشي حاجه الا كان خفيف. صافي من بعد سميتو ندوزو نقطعو الخلف ديالنا. هنا فقط كنطراسي جهه الحزام، وكذلك الجلين ما نساوش نقصوا منهم واحد 2 سنتيم حتى 3 سنتيم على حسب العرض اللي درتو نتومايا. انا هنايا تقريبا نقصت واحد 2 ديال السنتيم، لانه مع الحزام اون فوا نجبدو الحزام يعني باش سميتو يتجمع لينا الكسيوه راه كيطلعوا. لكن الا كان العرض كبير نقصو 3 سنتيم لانه كيطيح حتى هي يعني كسوه صومونش راه ما كيكونوش الكمام اللي غادي يهزو من التركيز. صافي نعطيو الخطر حتى نقطعوا البياسه ديالنا وباش ندوزو نقطعوا لا شميز ديالنا. صراحه هذا الموديل كيجي خفيف رائع صيفي، وكذلك يعني هكا يومي. بالنسبه للحزام من بعد ما قطعنا غنطراسيو فقط نطراسيو فين غادي نديرو الحزام. غنطراسيو هنايا غادي نطراسي يعني هانتوما راني طراسيت ديجا الامام كما شفتوا. راه غادي نحيد الحاشيه كتشوفوا في الفيديو، غادي نحيد الحاشيه اللي غادي سميتو لان هذه الحاشيه نحيدوها قبل ما نخيطو، لانه كتخلي الثوب يكون مجموع شويه، كتخليهش مسرح 100%، كتخليه هكا مجموع. اللهم نحيدوها بالمقص عاد نخيطو داك السنتيم ديال الخياطه. بالنسبه لهذا الثوب ما كيتحتاجش يتشرب، وكذلك راه ما كيشربش لانه كريب طايح، ماشي يعني ماشي بحال الخيط او اللولان اللي كيكون خاص ضروري يتشرب ويتصلح عاد كنخدموا عليه. في الاثواب خاصنا ضروري الثواب اللي كيكونوا هكا خاصهم يتشربوا ولا يتصلحوا عاد يتفوروا عاد نخدموا عليهم، ضروري خاصنا نشربوهم اولا نفوروهم عاد نخدموا عليهم باش ما يوقعش لينا مشكل من بعد. هنا غادي نطراسي السطر ديال هذا الحزام حتى هو في الربع الخلفي، يعني في الخلف البياسه ديال الخلف. هو نورمالمون هو غادي نخدموه على الامام، فقط غادي غير نطراسي باش نعرف القياسات المضبوطه. من بعد راه غادي نطراسيوه على الوجه باش تسهل علينا الخياطه ديالو. من بعد ما طراسيناه غادي ندوزو دابا كما قلت لكم غادي نطراسيو، غادي نقادو الثوب باش نفصلوا لا شوميز ديالنا. هانتوما بالنسبه للثوب طويتو فقط على 4 لانه لا شوميز هنا خليت تقريبا 7 ديال السنتيم
هانتوما 8 سنتيم بالحاشيه، يعني 7 سنتيم نوتر، يعني ما فيهاش الحاشيه. غادي نقطع، ملي غنقطع ديك الحاشيه انايا غادي تبقى ليا 7 سنتيم نيشان، يعني سنتيم للداخل و3 سنتيم في كلتا الجهتين على حسب المرض. يعني ملي غنطويه غتبقى ليا 3 سنتيم على 3 يعني 3 سنتيم في المرض. صافي غادي نحط الطول، نعرفوا لا شوميز شحال غادي بغينا فيها، 50 سنتيم 60 سنتيم، الطول ديالها فين بغينا يتحد، وغادي نحطوا الطول اللي بغينا. كما شفتوا راه غادي نقطع ديك الحاشيه. كما قلت لكم الحاشيه ما كتخليش الثوب يكون مسرح 100%، كتخليه دائما يجي شويه مشكرف، يجي شويه مجموع. دونك غنحيدوها باش نريحوا الثوب ديالنا. صافي غنبداو نحطوا العبارات، نتاكدوا من الطويه ديال الثوب واش مقاده ولا لا. الثوب اللي كيزلقوا يعني دغيا غير تحرك، يعني غير نحركوهم كيمشي لنا العبار. من الاحسن نتقلوهم بشي حاجه باش نخدموا باريحيه. بالنسبه للعبار عندي تقريبا 21 سنتيم في الكتاف. بالنسبه للتركيز عندي 25، يعني نفس العبار ديال الكسوه بالضبط، يعني بلا زياده بلا نقص. هنا البنات غادي نحط الطول ديال الشميز تقريبا درت فيه انايا 65 سنتيم، حيت في هذا يعني الموديل اللي وراتني الكليانه جا القدام قصر على اللور، يعني قوست باقي القدام. هنايا غير كنشوف واش باقي ليا يعني قياس الكمام، يعني نحاول نقاد ما امكن الثوب يعني يجي هو هذاك، ما ينقصونيش الكمام. صافي هنا غادي نحط القياس ديال الكتاف ديالي تقريبا 20 سنتيم فيهم على سنتيم ديال الخياطه. كذلك هنايا الدخله ديال دوره العنق عندي فيها 8 ديال السنتيم. غادي نهود بجوج. هنايا راه تراسيت اكثر من جوج، ولكن ملي غنقطع اقل. هنايا غادي نهبط الهبطه ديال الكتف 3 ديال السنتيم. غادي نحط كما شفتوا 25 سنتيم ديالي اللي كاين في التركيز. غادي ندير الصدر ديالي الربع ديال الصدر زائد سنتيم ديال الخياطه. هنا غادي نقسم المسافه هذه على زوج، تكون عندي شي 12 ونص، لانه 25 تكون حيت 25 يعني غادي تبقى عندي غير 22، يعني غتكون 11. صافي قورت تقويره تكون خفيفه. غندير الخط الكتف كما كتشوفوا. صافي هنايا غادي ندير الحزام. غادي نيفازي غير بسنتيم البنات، لانه غير لا شوميز نيفازي بسنتيم تقريبا. راه نفس العبارات ديال الكسيوه حطيتهم في لا شوميز، ما كاينش اشكال، يعني ما كاينش التغيير اولا زياده في العبار. صافي هنا غادي نطراسي الجلايل، ما نكثروش في الجلايل، نحاول ما امكن 38 سنتيم الى كثرناه، لانه باش ما تجيناش مجنحه من الجناب. نتوما صافي غادي نبدا هنا غنطراسي الكول كما شفتوا. غنقص من داك جوج ديال السنتيم من ديك يعني الطراساج الاولاني. صافي غادي نقطع لا شوميز ديالي وغندوزو باش نقادو الكمام. طراسيو الكمام حتى هما. هنايا غادي نحيد دوك شنان الحاشيه ديال التحت. صافي غندوزو باش نطراسيو داكشي اللي بقى لينا غادي نخدموا فيه الكمام البنات. بالنسبه للكمام انا درت فيهم لاستيك في تقريبا على بعد تقريبا واحد 7 سنتيم
صراحه ما شرطش ليها في التقطاع لاستيك، لانه في التالي فقط يعني خدمنا على حسب الموديل اللي بغات الكليانه. كنحاول ما امكن نصور لكم رغم ان الصهد وهذه يعني باش يعني الانسان هكا يفصل ويصور صعيب. الطبلة عندي ملصقه مع الحيط. الطريقه باش كندير السيبور كان في الاغلب ما كتبينش كلشي. صافي طويتو على 4 وغادي نحط العبارات ديال التركيز ديالي. غنقاد الثوب ما امكن يكون مقاد باش ما يجيناش لكم مراجل ولا يجينا كيدور. صافي البنات غادي نحطوا العبارات ديال سميتو ديال التركيز ديالنا. شحال غادي نحطوا؟ غنحطوا 22 سنتيم. غنحطوا 22 سنتيم ديال التركيز. نحط 22 كما شفتوا في المتر 22 سنتيم كما كتشوفوا. غادي نهبط ب 11 سنتيم. 22 غنقسمها على جوج، غادي نهبط ب 11 سنتيم. الا قسمناها كتعطينا 11، دونك غادي نهبط ب 11 سنتيم. دونك هاد الخط المائل غادي خصنا نلقاو فيه 25 سنتيم. خصنا نلقاو فيه 25 سنتيم هاد الخط المائل. هاد الخط المائل خصنا نلقاو فيه 25. دونك داك 25 غنقسموها ثاني على جوج، كل نصف غادي نتقسم على 4 وغادي نعليو بسنتيم في الجهه الفوقانيه، وغادي نهبطوا بالجهه التحتانيه غادي نهبطوا بسنتيم. وديك الدوره خصنا نلقاو فيها الربع ديال الصدر ديالنا باش كنعرفوا اننا الكم غيجينا مع البياسه. هانتوما غادي نحط طول ديالكم، الطول ديالكم زائد سنتيمات ديال الخياطه، سنتيم الفوق، جوج ديال السنتيم لتحت، يعني زائد 3 ديال السنتيم. الا كنا غادي نكفوه، الا كنا غنديروا لاستيك كنزيدوا حساب ديال لاستيك. كنا غادي نديروا سامبل كنخليوه سميتو. المهم نتوما كيفاش غادي تفصلوا، يعني كيفاش غيكون الموديل. بالنسبه للعرض هنايا درت 20. صافي نطراسيو الكم ديالنا وغادي نقطعوه. هنايا غادي نقسمو على جوج وغادي نيفازيه بسنتيم. دائما الكمام اللي هما واسعين كنيفازيو بسنتيم باش يجيونا مزيانين. هنايا راه ايفازيت بكثر، ولكن في التقطيع غادي نقطع اقل من الترصاج اللي درت. هنا دائما البنات نقسيو التركيز ديالنا مع الذره ديالكم كما كتشوفوا. يجينا قد يعني باش ما نلقاوش مشكل في الخياطه، ما يجيناش كم طويل يعني عريض كبير في الذره، وما يجيناش التركيز صغير او لا العكس. لانه اللهم نقسيوه هنايا يعني كتكون غير ثانيه ولا جوج ثواني كنفيريفيو به احسن من اننا نخليوها هكاك حتى كتجينا في الخياطه، ويعني كيكون عندنا مشكل ما كنقدروش باقي كيبقاش عندنا كيفاش نديرو ليه. يعني خصنا نقصو في التركيز اولا نقصو في الكم كيجينا هذا. دونك صافي البنات هنايا الكمام مع القويمجه. بالنسبه للكول كل البنات غادي نهبط ب 14 سنتيم. المهم لانه الكول ديال الامام
خاصنا يعني يجي كيتخشى ما تكون لا صدفه لا والو. تقدروا تهبطوا غير ب 13 سنتيم، تقدروا تهبطوا ب 14 سنتيم. بالنسبه للشوميز، لا شوميز هبط غير ب 6 سنتيم ولا 5 سنتيم، لانه غيكون كل اوفيسي ما يعني ما نحتاجوش نهبطوا بسميتو باش يجينا الكول واقف. هنايا غادي نقطع الاشرطه اللي غادي نستعملوه في الحزام. المهم غادي نشوفوا لي الشوط اللي بقاو لينا، نحاولوا هنايا غادي يكونوا عندي مقسومين، غنحاولوا نسميتو نقطعوا منهم اشرطه مقادين. دونك انا غادي نحط لكم التصويره ديال الموديل في الاول ديال الفيديو وكذلك في الاخر باش يبان لكم الموديل مخيط مقاد مصلوح كيفاش طلع. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تستافدوا منه ولو غير بالقليل. كنضرب لكم موعد فيديو اخر في صاله اخرى، في صاله جديده، موديل جديد ان شاء الله. فدمتم بخير والى اللقاء، وشكرا على المشاهده. وإلا كان اي سؤال فرا لي كومونت كنخليهم محلولين، ما تبخلوش عليا التعليق ديالكم وكذلك الاسئله ديالكم. فدمتم بخير والى اللقاء.